مساء الخير عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الاهلي وبيراميدز. طبعا في البداية قبل ما نبتدي الفيديو منساش ان احنا نفعل زر الجرس ونشترك في القناة ونعمل لايك للفيديو. طبعا منساش برضو ندعي اخواتنا في فلسطين وفي السودان ولبنان وكل الأمة العربية يا رب العالمين. اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم وحدهم يا رب العالمين، وانصرهم على اللي ما يتسموش بإذن واحد أحد، لأن طبعا كل يوم بيبقى أسوأ من اللي قبله. فمنساش إن احنا ندعي لإخواتنا وإن ربنا ينصرهم إن شاء الله. طبعا هبتدي الكلام عن ماتش بيراميدز والأهلي. الماتش امبارح كان ماتش سيء جدا. عايز اتكلم كلام كتير قوي عن كولر. حاليا في الوقت الحالي عشان نلحق ننقذ الموسم احنا محتاجين ان احنا نمشي كولر. كولر اسوأ مدرب في الموسم ده. محدش يقدر ينكر ان كولر كان في الايام اللي فاتت او كان في السنين اللي فاتت ديت، سنتين اللي عدوا، جاب 2 دوري ابطال، خد البطولات المحلية، حقق بطولات محلية كتير. محدش يقدر ينسى ان الراجل كان عامل شغل كويس، لكن انا حاسس ان الراجل بقى خلاص ما عندوش حاجة جديد يقدمها. الراجل ما عندوش فكر جديد. بشوف طول الوقت ان مش مركز في الملعب. حاسس ان عندي احساس ان الراجل شبع، عندي احساس ان الراجل ما بقاش يعمل حاجة جديدة. فكمان احنا كنا في الاول لو كنا فاكرين احنا قبل ماتش بيراميدز احنا كنا طبعا بننادي الادارة على صفقات. ما كانش معانا غير سمير محمد تقريبا او سمير احمد. رحنا تعاقدنا مع جراديشار، ورحنا تعاقدنا مع بن شرقي، ورحنا تعاقدنا مع مصطفى العش، وتعاقدنا مع احمد رضا، تعاقدنا مع لعيبه كتير يعني. غير كده كمان من الموسم الجديد ادينا شايفين زيزو هيبقى موجود. في لعيبه كتير برضه هتبقى موجود، تريزيجيه هيبقى موجود، ففي لعيبه كتير هتبقى موجوده الموسم الجديد. كولر الماتشين اللي فاتوا غير ماتش بيراميدز، يعني الماتشين اللي فاتوا بتوع الهلال، انا قاعد بتفرج على الماتش ال90 دقيقه نفسي استوعب الراجل ده عايز ايه من الماتش. المبرر الوحيد اللي كنا منتظرينه ان احنا ما كانش فيه صفقات وما كانش فيه لعيبه. حاليا كل حاجه بقت متاحه، حاليا كل حاجه بقت عندك. غير فكرك، انت معاك احسن وينج، معاك بن شرقي، معاك حسين الشحات، معاك طاهر حتى بعد ما رجع ابتدى الاستخدام الاوراق اللي بيستخدمها كولر للاسف. انا شايف ان هو بيستخدم الوراق اللي معاه اللعيبه استخدامه سيء جدا. يعني حتى يعني طاهر الراجل عامل فرصه الماتش اللي فات، في الماتش بتاع الهلال عمل اسيست كويس لامام عاشور. يعني المفترض بقى الحته دي تبقى بتاعته ان انت تلعبه اساسي، وتحط ناحيه الشمال بن شرقي، وتلعب جراديشار لان وسام مش في حالته. انا بشوف ان الراجل بيعمل حاجات مختلفه، بشوف ان الراجل ما بيعملش اي حاجه جديده، الراجل ما بيبتكرش. غير كده كمان مفيش اي اصابات. بالنسبه للاصابات، فين الاصابات؟ مفيش اي اصابات. يعني الاصابات اللي كانت عندك حتى ما بقتش يعني الحاجات اللي احنا كنا شايفينها. علي معلول رجع لك، يحيى عطية الله رجع لك، طاهر رجع لك، مفيش حد من اعتقد ان هو مصاب. عمر كمان رجع لك دلوقتي حاليا. طبعا بعد الماتش بتاع بيراميدز في الباكات اللي موجوده، الباكين هيبقى الدبيس ويحيى عطية الله، دول عندهم مشكله دلوقتي. لكن قبلها انت كان عندك لعيبه كتير. وبعدين انت مخرج علي معلول من القايمه ليه؟ وغير كده كمان انت عندك ماتش الهلال اللي فات اللي اتلعب، يحيى عطية الله ما كانش في مستواه. الطبيعي انك تلعب علي معلول. لا، انت ما لعبتش علي معلول، انت كل اللي عملته انت شلته من القايمه وحطيت يحيى عطية الله برضه اساسي، اللي هو برضه كان عامل كوارث امبارح في ماتش بيراميدز. فالنهارده يعني انا شايف ان كولر ابتدى يبقى خلاص ما بقى عندوش اي جديد يقدمه في الكوره. فانا مش هقدر استحمل انا كمشجع ان انا طول الوقت ابص على النادي الاهلي وهو واقع، وانت فاضل لك اخر بطولتين انت بتنافس عليهم، بطولة الدوري اللي هو انت النهارده اهوت زي ما انتم شايفين، الزمالك كسبان 2-0
ودلوقتي اصبح حصل على 3 نقط. الفرق بينه وبين النادي الاهلي نقطتين، وانت الفرق بينك وبين بيراميدز 3 نقط. وانت كل اللي باقي لك دلوقتي في الدوري كام ماتش. فانت دلوقتي حتى عشان تلقى يعني عشان تعرف تنافس على الدوري محتاج الفرق اللي انت بتنافسها انها تقع في الماتشات اللي جايه. هل نادي الزمالك هيقع في الماتشات اللي جايه؟ طب هل نادي بيراميدز هيقع في الماتشات اللي جايه؟ وعيب ان انا اسال سؤال زي ده، خاصه ان انت نادي الاهلي، خاصه ان انت في الاول وفي الاخر انت واخد 5 تعادلات من 10 ماتشات من بعد 10 جولات. يعني عيب ان انا اتكلم في حاجه زي كده، عيب. يعني انت متعادل 50% زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ والله في الحلقه اللي كانت موجوده مع ابراهيم فايق. انا متعادل 50% من ماتشاتي ومستواي مش كويس. وكنا بنقول كل الازمات اللي دي كانت ازمه صفقات. النهارده مفيش اي ازمه صفقات، ما عنديش مبرر اقوله. انا لا هقدر اشيل الليله اللي بتحصل دي للاداره، ولا هقدر اشيل الليله اللي بتحصل دي للعيبه. لان اللعيبه هي نفس اللعيبه اللي انا كنت باخد بيها افريقيا. هي نفس اللعيبه اللي كنت بروح بيها كاس العالم. هي نفس اللعيبه اللي انا كنت باخد بيها الدوري. هي نفس اللعيبه اللي كنت باخد بيها كاس العالم. ولما مستواه ابتدى يقع ابتدى كولر يقول انا مش محتاج بيرسي تاو ومش محتاج رضا سليم، مع العلم ان انت كنت محتاجهم في الاول. كارثه من الكوارث برضو اللي اتكلم عليها استاذ محسن صالح في حلقه امبارح مع ابراهيم فايق. فانا مش عارف كولر عايز ايه وعايز يوصل النادي الاهلي لايه. مشكله كبيره جدا بنعاني منها في الدوري، مشكله كبيره جدا هنعاني منها في افريقيا. انت عندك ماتش يوم السبت الجاي في بريتوريا، محتاج ان انت تركز، محتاج ان انت تخش الاجواء، محتاج ان انت تفوق اللعيبه اللي معاك. النهارده اللعيبه مش في حالتها، مشاكل كتيره جدا النادي الاهلي بيعاني منها، وهتبقى مشكله كبيره جدا لو خرجنا الموسم ده موسم صفري. فلا الاداره طول الوقت بتصدر للجماهير ان انا مش هقدر امشي المدرب، مش هقدر ان انا اعمل ده، لان انا لو مشيت المدرب هقع، لان مفيش عندي الرفاهيه او ما عنديش عندي الوقت ان انا اقعد ابص لمدرب تاني. طب حضرتك انت النهارده بتنافس على اخر بطولتين ليك اللي هم اخر نفس. لو انت خرجت براهم انت كده تخرج موسم صفر. انت ما كسبتش اي حاجه الموسم ده غير السوبر المصري، البطوله الوحيده اللي انت كسبتها الموسم ده تقريبا، او تقريبا السوبر المصري ده بتاع الموسم اللي فات، الله اعلم طبعا عشان انا ما اعرفش الدنيا عندنا اصلا هنا في الدوري متلعبكه ومحدش عارف البطوله اللي انت خدتها بتاعت الموسم الجديد ولا الموسم القديم. بس انت كده بالاسلوب ده او بالطريقه دي او بالطريقه اللي انت بتتعامل بيها دلوقتي، انت محتاج ان انت تلحق تغير المدرب، محتاج ان انت تلحق تفوق الفرقه اللي معاك، لان الفرقه اللي معاك ما بقتش على قدر المستوى انها تقدر تنافس. المنافسه دلوقتي هتكون على بطوله الدوري وبطوله دوري الابطال اللي هم اقوى بطولتين انت بتحتفظ بيهم. مفيش يعني مش هتبقى موجوده. انت كده كده كاس مصر انت خرجت منه، وكاس الرابطه انت خرجت من كاس الرابطه. فمفيش عندك جديد. الامل الوحيد اللي فاضل لك دلوقتي دوري الابطال والدوري المحلي. هل انت هتقدر تعمل ده؟ هنشوف ايه اللي هيتم خلال الفترات اللي جايه. بس انا بطالب مجلس اداره النادي الاهلي بسرعه التعاقد مع مدير فني كويس. بص على السيفيهات، بص بسرعه. انت كده بالمنظر ده مش هتحقق حاجه الموسم ده، خاصه ان انت صارف مبالغ كتير جدا علشان خاطر تلحق ان انت تبص على البطولات اللي انت هتاخدها الموسم ده. يعني انت النهارده عندك بن شرقي جبته، عندك جراديشار جبته، عندك مصطفى العش جبته. فمحتاجين ان احنا ندور على مدرب بديل، او لو انت يا سيدي مش هتقدر تمشيه خلي يبقى في اجتماع بينه وبين مجلس الاداره يعرف ايه الاسباب. احنا محتاجين سبب. انا امبارح كولر انا مش عارف هو عايز يعمل ايه في الماتش. هل هو يعني انا معرفش مين وينج. نفس الماتش اللي فات بتاع الهلال، والله قلت نفس الكلام ده الفيديو اللي فات حتى بتاع الهلال. يعني هل هو موظف مثلا امام وينج، موظف موظف جراديشار ايه، موظف وسام ابو علي ايه، موظف بن شرقي ايه. انا معرفش هو موظف اللعيبه دي ايه، ومعرفش ايه هو اللي بيعمله في الماتش، وايه الجمله اللي هو عايز يقولها في الملعب. انا مش شايف اي حاجه بتحصل جديده. الراجل بحس ان هو بي جاي بيلعب ماتش واللي هو 90 دقيقة وشكرا، ما بحسش ان في حاجة جاي يقدمها. انا معرفش هو عايز يوصل لايه، وده السؤال اللي انا عايز اسأله الكولر ومحتاج اجابة منه. حتى لو هيبقى في اجتماع بينه وبين مجلس الادارة، انا عايز اعرف الراجل ده عايز ايه من الماتش.
النهارده المنافسة أصبحت صعبة، خاصة بعد فوز نادي الزمالك 2-0. انت النهارده محتاج ان انت تقدر تطلع خطوة لقدام، وعشان تقدر تطلع خطوة لقدام انت محتاج ان انت تفوق اللعيبة اللي معاك، محتاج ان انت تفوق المدرب اللي معاك. طبعا ده غير خطوة الانسحاب اللي انت خدتها، وما نضمنش لحد النهاردة انت في كمان لسه تظلمات، ولجنة التظلمات هل هي هتحكم بان النادي الاهلي مش هيتخصم منه 3 نقط نهاية الموسم ولا لا. اللي انت اتخصم منك خلاص 3 نقط اللي هما بتوع الماتش اللي انت ما رحتوش. طب وال3 نقط نهاية الموسم هل دول هيتخصموا ولا لا؟ ودي تبقى كارثة لو اتخصموا منك، لان لو اتخصموا منك كده انت الفرق بينك وبين الزمالك نقطتين. انت النهارده المنافسة بقت صعبة، انت النهارده كل حاجة بقت صعبة. فبجد الموضوع بقى مقرف، والموضوع الكرة ابتدت فعلا يعني تبقى مقرفة. يعني الدوري كمان ابتدى يبقى فيه توجهات، وابتدى ان الدوري ما يبقاش، ما بحسش بمنافسة. بحس طول الوقت ان في مشاكل، صياح هنا على التحكيم، وصياح هنا على المؤجلات، ونفس القصة برضو صياح هنا على القرعة، وصياح هنا على ال3 نقط، وصياح هنا على 6 نقط. انا زهقت من الدوري ده، اسوأ دوري واسوأ دوري ابطال حاليا، اسوأ بطولتين انا بنافس عليهم. النادي الاهلي سيء، النادي الاهلي مش في حالته، و... ولما بنيجي بنصلح حاجه بنلاقي حاجه تانية باظت. يعني احنا كانت مشكلتنا مع الاداره في حته التعاقدات، وفي حته الصفقات. النهارده النادي الاهلي بيعالج الحته دي، النادي الاهلي عالج حته الصفقات، وجاب لعيبه على مستوى عالي. انت النهارده المدرب ابتدى يقع منك، المدرب ابتدى يعمل حاجات مش مفهومه. فمحتاج اعرف اسباب، محتاج اعرف الدنيا جايه يعني رايحه بينا على فين. انا محتاج افهم الدنيا رايحه بينا على فين. احنا كده الموضوع ابتدى يبقى اسوأ من الاول، والمنافسه ابتدت تبقى اصعب، خاصه ان انت امبارح اتعادلت مع بيراميدز وكان في ايدك ان انت تكسب. بس طبعا المدرب للاسف اللي واقف على الخط، انا معرفش هو عايز ايه نفسه من الماتش. واللي مستغرب له ان هو كل شويه عمال يشوح بايديه، وعمال برضو ماسك نفس الورقه، وعمال بيكتب في الورقه. انا عايز افهم الورقه دي مكتوب فيها ايه، هو عايز يقول ايه ولا هو بيعمل ايه؟ حد يفهمني الراجل ده عايز ايه. لان حرفيا النادي الاهلي بيمر باسوأ واسوأ فتره موجوده في الوقت الحالي، بالذات في بطوله الدوري. خاصه ان انت بتنافس، يعني بتنافس فرق مع كامل احترامي انت بتغلبها كل سنه. يعني لاول مره بشوف النادي الاهلي بالسوء ده. انت بتنافس اكبر فرقتين، المفترض ان انت لو خدت منهم النقط خلاص الموضوع خلص. انت النهارده بتنافس بيراميدز، والنهارده بتنافس الزمالك، عندك مشاكل كتيره جدا اداريه، عندك مشاكل كتيره جدا فنيه، الجهاز الفني مفيش خالص. طبعا امبارح برضو محلل الاداء بتاع بيراميدز كان موجود، ومشاكل كتيره جدا بنعاني منها. لو هنفضلنا بالمستوى ده لحد ماتش صن داونز هيبقى فيه طبعا كلام تاني، هيبقى فيه شكل تاني، هيبقى فيه حاجات تانية لازم نتكلم عنها. فأتمنى إن يبقى فيه آه، يعني نلحق الموسم. أتمنى إن الخطيب يلحق يتدخل، أتمنى إن يبقى فيه مدرب بديل بسرعة، وأتمنى إن المدرب ده يكون ملفه أو الملف اللي بتاع المدرب يلحق يتحل بسرعة. لأن إحنا كده الموضوع ابتدى بيسيح مننا يا جماعة. الموضوع ابتدى يبقى أوفر أوي، أوفر أوي بجد. عندنا مشاكل كتيرة جدا، عندنا مشاكل كتيرة جدا. فعايزين نلحق نلم المشاكل ديت، لأن الموضوع ابتدى يبقى صعب، والمنافسة ابتدت تبقى أصعب. هل هيستمر النادي الأهلي على المنوال ده؟ لأ، هتبقى مشكلة كبيرة. لأن ما ينفعش إن أنا أستمر بنفس المستوى ده وأنا رايح ماتش إن سيمي فاينال. ما ينفعش أستمر بالمستوى ده وأنا رايح ألعب كأس عالم مجموعات، هيبقى بورتو وإنتر ميامي وبالميراس. ما ينفعش انا بعمل كده المستوى بتاعي كده مع الهلال وبيراميدز، وانا رايح اقابل بالميراس وبورتو وانتر ميامي في شهر 6. ما ينفعش. فارجو طبعا ان يبقى في حل. اتمنى ان الاداره تلحق تحل المشكله دي. النهارده طبعا الف مليون مبروك طبعا لنادي الزمالك الفوز ب3 نقط. النهارده نادي الزمالك كسب حرس الحدود، وابتدى طبعا كده 38 نقطة، 40 نقطة نادي الأهلي، نادي بيراميدز 44 نقطة.
مشكلة كبيرة جدا، المنافسة ابتدت تبقى أصعب. أتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرم. ما ننساش إن احنا نعمل سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. أستودعكم الله. السلام عليكم.